يا اهلا باحلى ماميز في الدنيا. انا ساره وانتوا بتتفرجوا على مامي سكورت. لو عجبتكم فكره التشانل بتاعتنا ما تنسوش لايك، سبسكرايب، شير، فعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد. ويلا بينا نبدا حلقتنا. النهارده احنا بنكمل سوا سلسله جولي فونكس، واللي اتكلمنا في فيديوهات قبل كده عن يعني ايه جولي فونكس وازاي بستفاد منه وازاي بيقدر يسهل لي اللغه الانجليزيه ودراستها، لانه بيقدمها لي كاصوات مش كحروف. كمان اتكلمنا ان في حاجه اسمها التريكي ووردز في منهج جولي فونكس، وهي كلمات ما بتخضعش لاي قاعده من قواعد اللغه. والفيديوهات كلها اللي فيها شرح المنهج وفيديوهات بدائل الاصوات وفيديوهات التريكي ووردز هتلاقوها موجوده عندكم في الديسكربشن تحت، وهتظهر لكم في الاي فوق طول ما الفيديو شغال. النهارده احنا بنكمل سوا السلسله وبنشرح يعني ايه blending، ازاي اعمل دمج للاصوات، ازاي اعلم طفلي يعمل دمج للاصوات عشان يكون كلمه واحده مفيده. عندي 3 قواعد لازم امشي عليهم لما ابدا اعلم طفلي ازاي يعمل دمج. اول حاجه لازم اعلمها لطفلي ان في حاجه اسمها vowels وكونسونانت. vowels اللي هي الحروف المتحركه، وكونسونانت اللي هي الحروف الساكنه. طب ايه الفاولز اللي عندي في اللغه الانجليزيه؟ انا عندي 5 vowels: ا، اه، ايه، اه، اه. وممكن ارسمهم لطفلي بشكل الوش اللي هيبان عندكم هنا، بحيث اسهل عليه ان هو يفتكرهم وما ينساهمش. باقي الحروف عندي في اللغه الانجليزيه هي حروف ساكنه consonant. يبقى انا اول حاجه بفهمها ان انا عندي 5 vowels: ا، اه، ايه، اه، اه. بعد كده ببدا ان انا اشرح للطفل فكره الدمج او البلندنج. في البدايه احنا قلنا ان انا ممكن ابدا اصلا اشرح الدمج او البلندنج دوت من اول ما باخد اول جروب من اصوات جولي فونكس، واللي بيكون مكون من 6 اصوات. وساعتها بقدر اكون من ال6 اصوات دي كلمات بسيطه اعلم طفلي ازاي يدمج من خلالها. بس هنا انا لازم ابدا بدمج صوتين بس مع بعض. بمعنى لو هندي مثال على اصوات المجموعه الاولى اللي هم الأ، س، ت، ب، إ، ن، هبدأ ان انا اخد 2 sounds، صوتين بس من المجموعة دي، واشتغل عليهم وابدأ اعلم طفلي ازاي يقراهم سوا من غير ما يعمل وقفة في النص. وهنا دي القاعدة الثالثة، بمعنى انا مثلا هاخد صوتين زي ال س والآ. لو انا نطقت كل صوت لوحده هنطقهم س، آ. لا، انا بعلم طفلي ان احنا بننطقهم من غير ما نعمل وقفة في النص. don't stop in the middle، بمعنى ان هقرا صوت سا. لو الطفل الفكره صعبه عليه شويه ومش فاهم يعني ايه اللي انا بتكلم فيه دوت ويعني ايه don't stop in the middle، هبدا ان انا ابسطه له بمعنى ان انا باخد الساوند الاول عندي اللي هو الس، وافضل انطقه لحد ما اقابل صاحبه اللي جنبه. يعني انا هبدا اقراها بالشكل ده: سا، سا. هنبه على الطفل مع التمرين طبعا ان انا ما ينفعش امد في الحروف، يعني ما ينفعش اقول سا كتير. انا عندي اول قاعده همشي عليها ان الاول بعرف الطفل ان في حروف متحركه وفي حروف ساكنه. تاني قاعده عندي ان انا بعلمه ان اهم حاجه وانا بقرا صوتين مع بعض ان انا ما اعملش وقفه في النص. don't stop in the middle. بعد كده لازم اخد بالي وانا بدي الامثله لطفلي ان انا ما اديلوش ساوندز لما بتيجي ورا بعضها بتغير طريقه نطقها. ازاي؟ مثلا الس والآ احنا ادينا مثال عليهم سا، بس لو انا عكست الساوندز وحطيت الآ الاول وبعد كده س، ما ينفعش انطقها اس، لان هنا هي نطقها بيتحول ل از، لان الس لما بيجي قبلها فاول او حرف متحرك بتنطق ز. فبالتالي لازم اخلي بالي كويس جدا وانا بدي الطفل الامثله بتاعتي اني ما اكونش بديله اصوات المفروض تنطق بشكل مختلف عن اللي انا بديها له. بعد ما بتاكد ان الطفل بيقدر يدمج صوتين مع بعض ببدا اخليهم 3 اصوات، وهنا بستعمل كلمات بتكون CVC. يعني ايه CVC؟ يعني كلمه مكونه من 3 sounds، 3 اصوات، consonant vowel consonant. يعني مثال على كده word زي cat، cat، consonant a vowel t consonant. فهي بقت كلمة عبارة عن حرف ساكن، حرف متحرك، حرف ساكن. دي مرحلة دمج الكلمات اللي هي من 3 أصوات.
لازم اخلي بالي برضو وانا بعلم طفلي الدمج ان انا ما اديلوش امثله متكرره بشكل يومي، بمعنى ما ينفعش كل مره اديله نفس الكلمات بنفس ترتيبها، والا الموضوع هيتقلب في مخ الطفل الحفظ مش فهم لفكره ان انا ازاي اعمل بلاندنج، ازاي ادمج الاصوات، وبالتالي هيكون صعب قوي ان انا ارجعه لفكره ازاي يفهمها. يعني هراعي ان انا لما ادي الطفل امثله يتمرن عليها اغير في الامثله كل يوم. ومع تقدمنا اصلا في منهج جولي فونكس الاصوات بتزيد عندي، فبيكون عندي امكانيه اكتر ان انا اجيب امثله اكتر على الكلمات اللي انا بشرحها للطفل او بمرنه ازاي يقرا عليها. دي كانت فكره البلندنج او الدمج في اصوات جولي فونكس ببساطه. ولو عندكم اي سؤال او استفسار يخص فكره البلندنج او الدمج في منهج جولي فونكس هستناكم تسيبوهولي في الكومنتس تحت. كمان هستنى منكم تسيبوا لي اقتراحات للحلقات الجايه، حابين تعرفوا ايه اكتر عن منهج جولي فونكس، وان شاء الله هيكون في حلقات جايه هنشرح فيها اكتر فكره السي في سي والسي سي في سي والماجيك اي، وده برضو هيساعدنا اكتر في ان احنا نعلم اولادنا الانجليش بشكل صح وبشكل يستفيدوا بيه فعلا وبشكل يفهموه فعلا. الموضوع سهل وبسيط، وطول ما انتم مع اولادكم ان شاء الله هيكونوا في احسن حال. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم وكانت خفيفه وبسيطه واستفدتوا منها. هستنى رايكم في الكومنتس تحت واقتراحاتكم للحلقات الجايه زي ما قلت لكم. ولو عجبتكم فكره التشانل بتاعتنا ما تنسوش تعملوا الفيديو شير على الفيسبوك عشان كل الماميز تستفاد، ولايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم دايما الجديد. واشوفكم في حلقه جديده من مامي سبورت. باي.